زوي البنت اللي شكلها دايما قوي وواثق، لكن ورا العيون دي في حكاية محدش كان يتخيلها. اتربت في أمريكا في مكان اسمه بوربانك، بس ماضيها هناك مش زي أي طفولة عادية. اللي اكتشفناه في كلمات أغانيها ودفاترها القديمة هيفضح سر محدش اتكلم عنه قبل كده، حقيقة مخفية بتغير كل اللي كنا فاكرينه عنها تماما. الموضوع مش لحظة حزن واحدة، ده 3 طبقات من الألم شايلها جواها من وهي طفلة، وكلهم بيرجعوا لسر واحد، سر عيلتها. بس قبل ما نغوص في كل ده ما تنساش لايك وسبسكرايب علشان الجاي أقوى. أول سر في حياة زوي هو الوحدة. زمان وهي صغيرة في بوربانك كانت دايماً لوحدها، مفيش أصحاب، مفيش أهل يقضوا وقت معاها، بس في دايماً صوت في ودنها بيقول لها أنتي مش كفاية. أمها كانت شغالة طول الوقت، وأبوها ما كانش موجود أصلاً. كل مرة كانت تحاول تتكلم محدش يسمع، علشان كده بدأت تكتب. الأغاني كانت الطريقة الوحيدة اللي تعرف تعبر بيها عن نفسها. كل كلمة كتبتها كانت صرخة، بس في شكل شعر، في شكل موسيقى. وده السبب ليه كلماتها دايماً تقيلة، كلها إحساس فقد ووحدة وصوت بيحلل يتسمع. اللي محدش يعرفه إن أول أغنية كتبتها زوي كانت بعنوان إيكوز، عن بنت صغيرة بتصرخ في الفراغ ومحدش بيرد عليها. كانت بتغني لنفسها مش علشان تشتهر، علشان تفضل عايشة. زوي كبرت وهي بتتفرج على أهلها بيتخانقوا كل يوم. تقدر تتخيل تكون طفل صغير وكل اللي بتسمعه في البيت صريخ وجدال ومشاكل؟ كانت دايماً في النص، يوم مع الأم ويوم مع الأب، بس ولا يوم حست بالأمان. وهنا الجزء اللي يكسر القلب فعلاً. زوي بدأت تغير في نفسها علشان ترضيهم هما الاتنين. بقت شخصين في نفس الجسد، بنت بتحاول تكون اللي أمها عايزاها، وبنت تانية بتحاول ترضي أبوها. كانت خايفة تغلط، خايفة تخسرهم هما الاتنين. بس دي كانت أول طبقة من الألم، اللي بعدها أسوأ بكتير، لأن زوي ما كانتش بس بتتعامل مع طلاق أهلها، دي كمان كانت كورية أمريكية، وده وجع لوحده. تخيل تكون أمريكية زيادة على الكوريين وكورية زيادة على الأمريكان، ولا هنا حاسة إنها منهم ولا هناك حاسة إنها منهم. وده بيوضح ليه كلماتها في أغنية جولدن وجعت الكل بالشكل ده. الناس فاكرة إنها بتتكلم عن الهوية، بس الحقيقة كانت بتغني عن بيتها المكسور، عن العيشة في عالمين. الطبقة الثالثة من الألم في حياة زوي كانت المدرسة، المكان اللي المفروض يكون أمان لأي طفل، كان بالنسبة لها ساحة حرب. كانت بتروح المدرسة كل يوم، مش علشان تتعلم، لكن علشان تستحمل نظرات وضحك وكلام جارح من زمايلها. كانوا بيضحكوا على شكلها، على لهجتها، على طريقة لبسها، حتى أكلها كانوا بيتريقوا عليه. وكانت بتحاول تبتسم، تحاول تضحك معاهم، بس كل مرة كانت ترجع البيت مكسورة أكتر من اللي قبلها. تقدر تتخيل بنت بتحاول تلاقي مكانها في العالم، بس كل مكان بتروحه بيقول لها أنتي مش مننا. ده السبب الحقيقي ليه زوي بقت جامدة كده النهاردة، ليه دايماً عندها الجدار العالي اللي محدش يعرف يخترقه. هي بنت اتحرقت من الناس اللي المفروض تحميها، فتعلمت تكون النار اللي محدش يقدر يقرب منها. وده اللي خلى موسيقاها مختلفة، كل كلمة بتكتبها مش مجرد كلام، ده وجع متخفي في نغمة وصوت بيحارب علشان يتسمع. بس اللي بيكسر القلب فعلاً إنها وهي بتتقطع بين الإيدين دي بتقع حاجة من إيديها، مجلة، وعلى الغلاف مكتوب The Sunlight Sisters. تفتكروا ده صدفة؟ طبعاً لأ، الفيلم حط التفصيلة دي هناك علشان يقول لنا إن في سر كبير وراها. لو ركزت في كشكولها هتلاقي الرسومات كلها دم وشياطين ودموع. كلماتها بتتنقل بين الإنجليزي والكوري، كأنها بتحاول تفتكر حاجة بس مش قادرة تمسكها. وزي ما بنشوفها دايماً ماسكة صور السانلايت سيسترز في كل مكان تروحوا، مش كفنة عادية، لكن كحد بيحاول يفتكر حلم نسيه. كل مرة تبص على وشوشهم نظرتها بتقول أنا عارفاكم بس مش فاكرة منين. وطبعاً تسريحة شعرها هي نفسها تسريحة الأخت الثالثة في فريق سانلايت سيسترز. وفي عالم الأنمي التفاصيل دي عمرها ما بتحصل صدفة. وهنا بيجي اللغز اللي محدش خد باله منه، اللي بيربط زوي بفريق The Sunlight Sisters مش مجرد إعجاب، ده دم. الفيلم بيهنت للحقيقة دي في كذا لقطة بس محدش كان بيركز. ساكر لما سيلين قالت إن أول 3 صيادين شياطين في التاريخ كانوا أخوات صوتهم واحد؟ العبارة دي حرفياً بتوصف السانلايت سيسترز. السانلايت سيسترز كانوا أول من استخدم الصوت بقوة لمحاربة الشياطين، وزوي طلعت النسخة الحديثة منهم، بس من غير ما تعرف أصلاً حقيقي.
كل المأساة اللي عاشتها، الطفولة، التبذؤ، الوحدة، كانت مجرد طريق علشان صوتها يتكون. زي ما النار بتسهر المعدن، الألم سهرة هي. وده السبب اللي خلى سيلين تختارها من بين الكل، مش صدفة. كانت عارفة إنها مش بنت عادية. زوي مش مجرد مغنية، دي امتداد لأسطورة قديمة بدأت من قرون. وهنا النظرية بتتحول من مجرد تخمين لحاجة تمس القلب فعلاً. تخيل لو والدة زوي كانت هي الأخت الثالثة المفقودة من The Sunlight Sisters. لو ده حقيقي، كل حاجة فجأة تبقى منطقية. الطلاق ما كانش مجرد خناقات زوجين، كان حرب بين السر والواقع، بين ست بتحاول تخبي ماضي خارق للطبيعة، وجوزها اللي عمره ما فهم ليه مراته بتقوم من الكوابيس بتصرخ، أو ليه كانت بترتعش لما تسمع أغاني معينة. هي سابت كوريا وهربت لأمريكا مش علشان تبدأ من جديد، لكن علشان تهرب من العالم اللي كان ممكن يبلع بنتها. بس اللي حصل إن الماضي عمره ما بيسيب حد في حاله. وزي ما دايماً بنسأل، إزاي سيلين من كوريا وصلت لبنت مراهقة عايشة في كاليفورنيا من بين ملايين الناس؟ الجواب مؤلم. سيلين كانت عارفة زوي من الأول، كانت بتراقب بنت زميلتها المفقودة، بتستنى اللحظة المناسبة علشان تضمها لفريق هونتريكس. أم زوي حاولت تحمي بنتها من العالم ده، وزوي قضت عمرها كله بتحاول تلاقي الحاجة اللي أمها كانت بتهرب منها، الجزء المفقود من روحها. وفي اللحظة دي زوي بتبطل تهرب، بتبص لنفسها في المراية وتشوف كل الحاجات اللي كانت بتحاول تخبيها طول عمرها. صوتها، عينيها، حتى العلامة الصغيرة اللي على إيدها، كلها مش لعنات، دي كانت العلامات اللي بتقول لها من تكون. بتفتكر أمها، بتفتكر الأغاني اللي كانت بتغنيها وهي صغيرة قبل ما تفهم معناها. دلوقتي بس كل كلمة بتتجمع في عقلها. كانت دايماً بتحاول تكتب أغنية اسمها Golden Light، بس عمرها ما قدرت تكملها لحد اللحظة اللي اكتشفت فيها الحقيقة. هي مش بس بنت أمها، هي ابنة الشمس المفقودة. دم أمها بيجري في عروقها، وصوتها امتداد للسانلايت سيسترز. وده السبب ليه صوتها مختلف، ليه نغماتها بتكسر الحواجز، وليه لما بتغني الشياطين نفسها بتتراجع. سيلين كانت عارفة إن اليوم ده هيجي، يوم ما زوي تعرف إنها مش مجرد مغنية في فرقة، هي مفتاح التوازن بين عالم البشر وعالم الأرواح. مش لأنها اختارت ده، لكن لأنها اتولدت علشانه. وزي ما النور بيطلع من وسط العتمة، زوي طلعت من ألمها أقوى، ومن وجعها ولدت نغمة جديدة، نغمة بتوحد العالمين بدل ما تفرقهم. يمكن العالم عمره ما يعرف القصة الحقيقية، بس صوتها هو الدليل الوحيد إن الشمس المفقودة رجعت تنور تاني. وفي النهاية يمكن محدش يعرف الحكاية كلها غيرها. زوي مش بس نجمة كيبوب، دي بنت النور اللي اتولدت من وسط الضلمة. لو القصة دي لمستك زي ما لمستنا، اضغط لايك واشترك في القناة، وقولي في الكومنتس تفتكر فعلا أم زوي كانت الأخت الثالثة من The Sunlight Sisters؟